وابتدأ القتال. ولك أن تتخيل نساء آل البيت وأطفالهم ورجالهم وهم يقاتلون، والنساء والصبيان ينظرون إليهم. لك أن تتخيل هذا العدد القليل، وهم من أطهر من مشى على وجه الأرض، وهم أطهر أهل الأرض في وقتهم يومئذ. فيهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وزوجاته وبناته وأخواته وأبناؤه وآل بيته الأطهار، وهم يتقاتلون مع 5000. ابتدأ القتال فعلا واشتد الأمر، وأخذ أصحاب الحسين رضي الله عنهم يقاتلون قتال المستميت، وبدأوا يتساقطون يمينا ويسارا وهو يقاتل بطل. وكان كل من أقبل عليه ورفع السيف رآه الحسين فينزوي عنه، فكان يقتل ولا يقتل. كل من رآه ما يريد أن يبوء بإثم قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أقبل الخبيث شمر بن ذي الجوشن وخشي أن تنفلت الأمور، فصاح بالجند قال اقتلوه اقتلوه، حتى أقبلوا عليه وضربوه رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا عليه حتى قتلوه. ريحانة المصطفى 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 ريحانة المصطفى. وقتل من أصحاب الحسين 72 رجلا، والصبيان ينظرون والنساء يشاهدن، وما رحم أولئك بكاء الصبي ولا أنين النساء ولا العورات التي قد سترها الحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخيام. وقتل من جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص 88 رجلا. طبعا عمر بن سعد حاول أن يتجنب القتال، لكن عبيد الله بن زياد هدده بأمور أن ينزعه من الولاية، هدده بالقتل إلى آخر ذلك، فوافق على هذا. قتل مع الحسين 18 رجلا من آل البيت، منهم من أولاد علي الحسين نفسه وجعفر والعباس وأبو بكر ابن علي رضي الله عنه وغيرهم. أيضا من أولاد الحسين قتل علي الأكبر، وقتل غيره. قتل من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر ابن الحسن ابن علي. قتل من أولاد عقيل أيضا رجال. قتل رجال أشداء قاتلوا، لكن 5000 أمام هالعدد اليسير قتلوا واستشهدوا ومضوا إلى ربهم عز وجل. نشرت أمور في بعض الكتب يعني فيها أن السماء تلبدت باللون الأحمر، وأن الشمس حصل لها كذا، وأنهم ما رفعوا حجرا إلا وجدوا تحته دماء، وأمور حقيقة نشرت في بعض الكتب التاريخية، لكنها لم تثبت. وقد قتل من هو خير من الحسين رضي الله تعالى عنه. قتل علي بن أبي طالب أبوه رضي الله تعالى عنه، ولم يقع ما ذكروه من أن السماء أمطرت دما، أو أن الملائكة بكت، أو أنه يعني حصل كذا للوحوش وغيرها من الروايات التي هي في الحقيقة غير صحيحة. بل مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقع ذلك، وقتل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يقع ذلك. فالحسين رضي الله تعالى عنه هو سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا، لكن لم يثبت أنه ما رفع حجر إلا تحته دم، ولن تفع ذلك اليوم بماء وإلى آخره. هذا كله لم يثبت. طبعا ابن زياد فعل هذه الفعلة، ويعني لامه الناس جميعا. كان هناك بطولات مع الحسين وقعت في أثناء المعركة، لكن الوقت يضيق عن ذكرها. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه حمل رأسه إلى عبيد الله بن زياد هذا الخبيث. طبعا عبيد الله بن زياد أصلا كان رجلا يعني خبيثا، حتى إنه جاءه يوما بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصحه، قال: يا أيها الأمير، إن شر الرعاء الحطمة،
يعني كن رفيقا. فقال اسكت، إنما أنت من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النخالة لما تمسك المنخل هذا المخرق وتضع فيه حبا أو كذا وتحركه يسقط يعني الطيب منه ويبقى السيء فوق الذي يرمى. فقال ذاك الصحابي والله ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نخالة، إنما النخالة في من يجيء بعدهم. فكان رجل لا يحترم الآخرين أصلا، وليس يعني عنده نوع من الأدب في التعامل معهم. طبعا حمل رأس الحسين رضي الله تعالى عنه إلى عبيد الله بن زياد، وجعل ينكت في ثغره بعصا كانت معه. فقام إليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال والله لأسوءنك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ارفع عصاك، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع العصا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل فم الحسين، وأنت تعبث الآن بعصاك يا خبيث. وخرجتني تحيي أمتنا وهناك يسابقها القدر، ومشيت تلاحظك الدنيا وفؤاد الأمة يستعر. استودعكم الله وأشكر لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة بطل، قصة بطل.